ايه رايك تاخد مرسيدس سي 180 افنجارد ولا تاخد مرسيدس سي 200 اي ام جي؟ طب تعالى كده اقول لك ايه الفرق بين الاثنين. اولا كده العربيتين دول بيجوا بنفس الموتور 1.5 لتر تربو تشارجر، ولكن في العربيه دي الموتور بيطلع 204 حصان و300 نيوتن متر من العزم، اما في العربيه دي بيطلع 156 حصان و250 نيوتن متر من العزم. وطبعا الاثنين بيجوا دفع خلفي للعجلات ونفس الفتيس 9 جي ترونيك. يفرق العربيتين دول كمان في الشكل الخارجي. اولا هنلاحظ الاكسدامات شكلها مختلف تماما عن بعض، وكمان السايد سكيرتس او العتب بيبقى في دي مختلف تماما عن دي، وكمان طبعا فرق بين الجنود، دي ليها شكل معين ودي ليها شكل معين. كمان فوانيس العربيه دي مختلفه عن فوانيس العربيه دي، نفس الشيب ولكن الفانوس نفسه مختلف. والفرونت جريل او الشبكه في دي في الاي ام جي بيبقى لها شكل مميز ومختلف، ودي كمان برضو ليها شكل مختلف تاني عنها. الفرق كمان بين العربيتين دول ان العربيه دي فيها كيليس انتري، لكن دي لازم تطلع مفتاح وتفتحها وتقفلها بيه. العربيه دي ما فيهاش كاميرا 360 درجه، لكن دي فيها كاميرا 360 درجه. طبعا الاثنين فيهم سنسور امامي وخلفي. العربيه دي بتيجي بشنطه عاديه مش كهرباء، وعشان مواصفات اوروبي فبتيجي من غير فتحه سقف، اما العربيه دي بتيجي بسقف بانوراما وشنطه كهرباء. جينا نبص جوه العربيه هنلاقي فرش من الجلد لونين، وطبعا الداخليه بتاعت العربيه جميله جدا وامبيانت لايت في كل حته، والشاشه دي 11 بوصه وبتدعم ام بي او اكس، نظام ترفيه جديد من مرسيدس بنز. وعلى الناحيه الثانيه هنلاقي برضو العربيه دي بداخليه قماش في جلد، وشكل الطاره بقى مختلف شويه في الموديل ده. لكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، ولو عايزين تتفرجوا على العربيات دي وغيرها من تشكيله عربيات كتيره جدا هتلاقوها عند معرض شام كار في مدينه نصر.